السلام عليكم اخوتي، عدنا والعود احمد. فضيحه جديده من فضائح البرلمان المغربي، وهاد المره برلماني مسخوط مو ومرضي مراته. سمعوا شنو دار هاد البرلماني بسبب تهم الفساد اللي كانت موجهه ليه، وبسبب العقوبه الحبسيه اللي هو تعاقب بها، فتمنع من انه يترشح بطبيعه الحال او يعني الولايه جديده في المجلس البلدي ديال مدينه تازه. وبالتالي باش يبقى موجود داخل الجماعه ويستمر في نهب اموال الجماعه، اشنو دار؟ قال نرشح المراه ديالي باش تكون بلاصتي انا وتاخذ تزكيه من حزب الاصاله والمعاصره. مرتو رشحها ضد امه، وبالفعل المراه ديالو حصلت على التزكيه من طرف يعني رؤساء الحزب، وخدت البلاصه ديال هذا البرلماني المعزول، وهذا رئيس المجلس البلدي اللي كان هو رئيس المجلس البلدي لجماعه افراسن بتازه. رشح مرتو ضد مو، اذا مسخوط ميمتو هذا باش مو ما تاخذش الرئاسه او لا ما تاخذش رئاسه المجلس البلدي. غادي نسمعوا هذا الخبر من مصادر موثوقه. اذا اخوتي، صدرات الغرفه الجنحيه بمحكمه الاستئناف بفاس قرارا بمتابعه الغازي جطيو البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعه بني فراسن باقليم تازه من اجل جنايه اختلاس وتبديد اموال عموميه طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، والإحالة ديالو على غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها. وفق المعطيات اللي كاينه حاليا، فقد قررت الغرفة الجنحية إلغاء قرار التحقيق، وحكمت بمتابعة البرلماني السابق لأثر موجة من السخرية والضحك بمواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات الجماعية اللي كانت في شتنبر 2021 بترشيحه، سمعوا اخوتي، بترشيحه للزوجة ديالو ضد الوالده ديالو ضد الام ديالو بالدائره الانتخابيه نفسها، يعني بالدائره الانتخابيه قلي اولا بجماعه افراسن تازه، بحيث تمكنت الزوجه من هزم حماتها. المراه ربحات العبوزه ديالها بطبيعه الحال في الانتخاب في هذه الانتخابات، كما فازت برئاسه المجلس الجماعي باسم حزب الاصاله والمعاصره خلفا للزوج ديالها المصون. بعد فقدان هذا الاخير للاهليه الانتخابيه، بقاش عنده الحق انه ينتخب او لا يترشح للانتخابات فهو بطبيعه الحال فقد الاهليه في الترشح للانتخابات، وبالتالي يعني ما قدرش انه يترشح، رشح الزوجه ديالو بسبب عقوبه السجن اللي هي نافذه. مهم تم تحريك المتابعه في حق هذا رئيس الجماعة السابق بناء على الأبحاث اللي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي، والدليل يستفاد منها أن المستشار الجماعي السابق الراحل أحمد الشاهدي الوزاني تقدم، هذا مثل الله يرحمه، تقدم واحد الشكاية ضد البرلماني عرض فيها أنه بصفته لا رئيس لجماعة بني فراسن بدد أموال الجماعة، يعني الفساد المالي، ذلك أنه أقدم على تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، مشيرا إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تخضع للمقتضيات القانونية من خلال تسجيل التوريدات المسلمة إلى الجماعة بسجلات خاصة واستعمال جدادات دخول وخروج هذه التوريدات إلى مستودع الجماعة. المشتكي الله يرحمه أكد على أن هذه الخروقات تتم بطبيعة الحال بإعاز، يعني باتفاق وبتواطؤ مع رئيس الجماعة والموظفين اللي عاملين في ديك الجماعة، وأنه خلال الفترة اللي كانت ممتدة ما بين 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي تقريبا 225 ألف درهم و696، وهو ما اعتبره تبديدا كبيرا لميزانية الجماعة،
دون مراعاة الاقتصاد والنجاعة في الإنفاق العمومي، ناهيك باستهلاك الوقود وكراء الآليات عن الفترة ذاتها اللي بلغ المجموع ديالو أزيد من 533 مليون سنتيم، وهو اللي تسبب في عجز مالي كبير في ميزانية الجماعة خلال الفترة ما بين 2012 و 2017 جراء تحملها لمصاريف باهظة وغير مبررة بطبيعة الحال. إذا هذه المصاريف أيضا كانت متعلقة بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح، يعني كانوا مستغلين ميزانية الجماعة باش يقضيو المصالح ديالهم، يتصلوا دايرين يعني المهم مصيبة كحلة، اتصالات ديالهم، الأشياء، إصلاح السيارات إلى آخره، كلها على حساب الدولة والجماعة. وأشارت الشكاية كذلك إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية حاولت خلال الفترة المذكورة على إسناد صفقات وسندات طلب إنجاز أشغال ومشاريع الجماعة إلى مقاول واحد، وهو ما اعتبره صاحب الشكاية المرحوم يتنافى مع مبدأ المنافسة والشفاف، يعني مقاول واحد اللي تيقوم بجميع أشغال المشاريع ديال الجماعة. اتجرت العادة سند صفقات وسندات الطلب في مجال فتح وإصلاح المسالك إلى شركتين هما كماستار وكونتوار، وقد ذهبت الجماعة في هذه الأشغال على تنصيب مقاولين لا تتوفر شركتهم على مراجع تقنية تفيد إنجاز الأشغال، وهذا يؤدي إلى إقصاء المتنافسين ذوي الخبرة في هذا المجال وترجيح كفة الربح المادي على المنفعة العامة في ظل غياب دراسة مسبقة لتحديد كمية المواد اللازمة لمختلف الأشغال، وعدم إخضاع هذه الأشغال لبرمجة مسبقة عن طريق التتبع والمواكبة لإنجاز مختلف الأشغال عن طريق صفقات متعلقة ببناء قناطر وتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء. وكل هذه المشاريع يتم الإشادة على إنجازها دون أن تتم أي معاينة ميدانية، وعزز أقواله بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.